في مشكلة كبيرة بتحصل كل سنة ومحدش لحد دلوقتي حلها. انت تعبت، ذاكرت، سافرت، ضحيت بوقتك ودفعت من اعصابك وفلوس اهلك، وفي الاخر تيجي لحظة التنسيق وتلاقي حلمك كله بيطير قدام عينيك. تخيل معايا كلية الطب اللي السنة اللي فاتت كانت بتاخد حوالي 260 طالب، السنة دي واخدة 130 طالب بس. والهندسة اللي كانت مفتوحة لحوالي 458 طالب، يعني تقريبا نص طلبة علم رياضة، قفلت نص المقاعد وبقت 230 طالب بس. ازاي ده بيحصل وليه محدش بيحاسب؟ والاهم، هنسكت لحد امتى؟ طيب واللي لسه ناوي يدخل ستيم يعمل ايه؟ هل مستقبلهم فعلا يضيع لو دخلوا؟ وهل في طلبة خلاص قرر التحول بعد اللي حصل ده؟ وهل حد اصلا بقى ضامن مستقبله في ستيم؟ النهارده انا مش جاي احكي قصة ولا جاي الوم حد، انا جاي اوصل رسالة من كل طالب تعب واجتهد وضحى عشان نوصل صوتنا لكل مسؤول ممكن يسمعنا ويمد ايده عشان يحل الازمة دي. السم دي نار نار وهتحرقكم كلكم. الموضوع مش مجرد ارقام، ده مستقبل دفعات كامله بيضيع قدام عينيها. التنسيق نزل مؤخرا قلل مقاعد كليات القمه لطلاب ستيم بشكل غير مسبوق ومن غير اي سبب واضح، ولا حتى مراعاه ان كل دفعه جديده عددها اكبر من الدفعه اللي قبلها. يعني احنا قدام وضع غريب، المنافسه بتزيد والضغط بيزيد وعدد المقاعد بيقل. النتيجه مجهود اضعاف اللي بيبذله طالب ثانوي عام ممكن يروح في ثانيه. خد عندك مثال بسيط، السنه اللي فاتت دفعه 24 كليه الطب اخذت حوالي 240 الى 260 طالب. السنه دي دفعه 25 برغم من ان عددهم اكبر لكن كليه الطب اخذت 130 طالب بس. ونفس الحاجه حصلت في كليه الهندسه، من حوالي 460 مقعد السنه اللي فاتت ل 230 مقعد بس السنه دي. والموضوع مش اول مره يحصل، التنسيق كل سنه بيقل شويه عن السنه اللي قبليها، بس الفرق دايما كان طبيعي او منطقي، زي الفرق بين دفعه 23 و 24 في كليه الطب اللي كان 57 مقعد بس. اما السنه دي الفرق وصل لاكتر من 110 مقعد في كليه الطب الواحده، هبوط مفاجئ وبدون اي تفسير منطقي. وطلبه الثانوي العام عددهم ما زادش الضعف او حتى بنسبه تقارن باللي حصل لينا، مع كامل احترامي ليهم. وانا شخصيا شفت اخواتي بيمروا بالضغط ده بتاع ثالثه ثانوي، لكن الحقيقه ان ضغط ستيم اكبر بكتير. سيبك من الضغط اللي في اولى وفي ثانيه وفي التقديم والدنيا دي كلها، هكلمك بس على الضغط اللي في ثالثه ستيم. طالب ثالثه ستيم بيذاكر عشان امتحان اخر السنه، وكمان عشان امتحان يو ار تي اللي عليه 50% من الدرجه بتاعته، وده واحد من اصعب انظمه التقييم في العالم وملهوش منهج اصلا. يعني الطالب بيحل بس اسئله امتحانات قديمه تدربوا على نظام الاسئله، لكن مفيش حاجه بيذاكرها للامتحان ده. بيعمل المشروع العام اللي بيكون كل سنه، وبيعمل مشروع لكل ماده اساسيه عنده، وده غير الغربه والضغط اللي عليه والبعد عن الاهل والحوارات دي كلها. وفي الاخر ممكن يلاقي نفسه اتحشر في كليه عاديه جدا. طب ليه ده ظلم؟ لان الثانوي العام فيه كل المستويات، 600 الف طالب ماشي واعدادهم كبيره، بس فيهم الطالب المتفوق والمتوسط والضعيف وكل حاجه. لكن ستيم من قبل ما تقدم لها حتى هي بتصفي المتفوقين، من اول ان الطالب لازم يجيب 95% في ثالثه اعدادي على الاقل عشان يعرف يقدم اصلا، زائد التحضير لاختبارات القبول والكورسات، زائد اختبار القبول نفسه، زائد غربه 3 سنين متواصله، زائد ضغط سنه اولى وضغط سنه ثانيه، زائد المنهج الجديد ونظام التعليم الجديد. ولو كملت من هنا لبكره مش هخلص. يعني الطالب اللي بيوصل ثالثه ستيم مستواه على الاقل فوق المتوسط وغالبا من المتفوقين اساسا. فازاي منظومه زي دي تتقارن بمعايير منظومه فيها كل المستويات؟ والاغرب كمان ان احنا مظلومين عشان احنا متفوقين. تنسيق طب عندنا اعلى من تنسيق ثانوي عام بحوالي 2% تقريبا. يعني في الثانوي العام تنسيق طب كان حوالي 94% وكسور، في ستيم تنسيق طب السنه دي حوالي 96%، تحديدا 95% وكسور برضه. هل منطقي ان الطالب اللي بيتعب اكتر يتعقد تنسيقه اكتر؟ والكارثه الاكبر ان طالب جايب فوق ال 90% ممكن يلاقي نفسه في حاسبات او في بيطري او حتى في علوم. وانا مش بقلل من الكليات دي ابدا، ولكن طالب ستيم حلمه حاجه اكبر من كده، وتعبه كان تعب لحاجه اكبر من كده. فبدل ما يحقق حلمه في طب او هندسه في الاخر يلاقي نفسه دخل علوم. فين معامله التفوق اللي اتقال لنا من اول يوم؟ فين النسبه المرنه اللي وعدنا بيها؟ ياما واحنا بنقدم سمعنا الجمله دي، اللي يجيب 80% من ستيم كانه جايب 100% في ثانوي عام. فين الكلام ده؟ ليه لحد دلوقتي بيتعامل معانا بنفس طريقه ثانوي عام برغم ان لا المنهج زيهم ولا الضغط زيهم ولا اي حاجه زيهم؟
احنا مش جايين نطلب المستحيل، احنا مش بنطلب ميزة زيادة عن حقنا، احنا بس بنطلب العدل، واللي هيتمثل في الاربع نقط الجايين دول. واحد، زيادة مقاعد كليات القمة بما يتناسب مع عددنا الحقيقي. مش منطقي ان عدد الدفعات يزيد كل سنة ويتم بناء مدارس جديدة كل سنة وعدد المقاعد يقل للنص. احنا عايزين المقاعد تبقى عادلة وواقعية بناء على حجمنا الفعلي. 2، تطبيق نسبة مرنة خاصة بطلاب ستيم. النسبة المرنة دي سمعنا عنها كتير واحنا بنقدم، لازم يتم تفعيلها واستخدامها بشكل عادل يضمن ان الطالب اللي تعب ما يضيعش مجهوده في الاخر. 3، العدل مش المساواة. احنا مش عايزين نكون زي طلبة الثانوي العام ولا عايزين نتاخد كنسخة منيهم، احنا مختلفين في المناهج وفي طريقة التقييم وفي التعليم نفسه، فالمطلوب عدل يراعي الاختلافات دي مش مساواة ظالمة تحطنا في نفس الكفة. وفي النهاية كل الحاجات دي بتخدم هدف واحد بس، ان طالب ستيم ياخد حقه الطبيعي في كليات القمة لا اقل ولا اكتر. السكوت هو اللي بيضيع حقنا، والمشكلة دي مش مشكلة فردية، دي مشكلة دفعات كاملة ومستقبل بيتحدد، والحق عمره ما هيرجع غير لما تطالب بيه. وعشان كده احنا محتاجين كل طالب وكل ولي امر يعمل 3 خطوات بسيطة. 1، شارك الفيديو ده في كل مكان، على واتس، فيس، تيك توك، انستا، اي منصة ممكن توصل صوتنا. هدفنا ان صوتنا يوصل لاكبر عدد ممكن ويعمل ضجة كبيرة، وانك تشير الفيديو وتعمل تعليق وتحط لايك. الحاجات دي كلها بتساعد وبتقوي نسبة ان الفيديو يظهر لناس كتيرة، فبتساعد ان الفيديو ينتشر اكتر. 2، اكتب منشور او تويتة او حتى اعادة نشر لمحتوى بيتكلم عن الموضوع ده، كل كلمة، كل مشاركة، كل اعادة نشر بتفرق معاها. 3، استخدم الهاشتاجات اللي قدامك دي في المنشورات بتاعتك، وهتلاقوا كل الهاشتاجات مكتوبة في الوصف وفي اول تعليق تحت مثبت. احنا مش ضد ستيم ومش بنهاجمها، بالعكس احنا مؤمنين بيها، وانا شخصيا لو رجع بيا الزمن هقدم على ستيم تاني وهخش ستيم تاني. لكن لازم نكون واضحين، احنا طلاب اجتهدنا، تعبنا، قدمنا كل اللي نقدر عليه، وكل اللي عايزينه في المقابل مش استثناءات او امتيازات. احنا عايزين حاجة واحدة بس، ان يعود حقنا. النهارده يمكن يكون صوتنا ضعيف، لكن بكره لو وقفنا كلنا مع بعض صوتنا هيبقى مسموع. احنا مش بنطلب هدايا، احنا بنطلب حقنا. لو انت شايف اننا فعلا نستاهل ده ساعدنا نوصل صوتنا. انا اخوكم احمد محمود، واحد من طلاب ستيم وبس. مع السلامه.